ازيكم يا حبايبي، وحشتوني. انا ام تامر. لحقتوا تنسوني؟ شكلكوا كده بقى ناويين تزعلوني، ولا يمكن تكونوا ما سمعتوش يوميات عادل وشيرين، مع ان احنا عدناها. بس مش مهم، تقدروا ترجعوا وتسمعوا. هتدوسوا بس على لينك اليوتيوب. بس انا النهارده جايبه لكم حكايه جديده، حكايه قرايبي حبايبي، ناس كمل هوانم بصحيح. من واحنا صغيرين بنتعلم منهم الشياكة والأناقة. لا وإيه مثقفين. تعالوا لما أحكي لكم حكايتهم. زيزي وديدي إخوات من بعض قريبين، ومع الناس عشريين ومحبوبين، وبيحاولوا في بيوتهم ومع أولادهم ما يكونوش مقصرين. زيزي عندها 48 سنة، أم ل3 أولاد، سلمى 20 سنة، وعلي 17 سنة، وكريم 15 سنة. جوزها مسافر وبيجي أجازات كل كام سنة، وطبعا هي شايلة لوحدها المسؤولية وليلة التربية، وبتشتغل جزء من الوقت. أما ديدي فعندها 50 سنة، وهي أم البنت واحدة اسمها فرح، وعندها 12 سنة. جوز ديدي معاها مش مسافر، كانت بتشتغل، وحاليا هي ست بيت. أما حسين 43 سنة، أخوهم الصغير آخر العنقود، وحتة سكرة، عايش في دبي من 8 سنين، مهندس ومش متجوز. وأنا أم تامر قربتهم من بعيد. يوه، باين قلتها لكم قبل كده. المهم، تعالوا بقى لما أحكي لكم حكاية زيزي وديدي وأخوهم حسين، ولا أقول لكم ما تسمعوا الحلقات وتعرفوا اللي حصل واللي لسه هيحصل. أيوة، مين حضرتك؟ صباح الخير. مش دي شقة الحاجة سناء؟ أقصد أم تامر. لا، دي حضرتك الشقة اللي قصادنا. مش قلتلك يا زيزي دايما كده مستعجلة؟ قلتلك يا بنتي نكلمها ونتأكد أنهي شقة بدل ما أزعجنا الناس كلها. خلاص شكرا يا بنتي، اتفضلي. عن إذنكم. إيش والله وطلعلك معارف علوي يا أم تامر. يا ترى مين الستات دول؟ باين عليهم هوانم بصحيح. نورتوني، تسلم رجليكم. يا رب عقبال كل مرة، ده احنا زرنا النبي والله. على ايه بس يا ام تامر؟ ده انتي قعدتك والله ما تشبعش منها، مش كده ولا ايه يا ديدي؟ والله فعلا، ده احنا ضحكنا ضحك النهاردة من زمان ما ضحكناش من قلبنا كده. اللهم اجعله خير يا رب. حلوة قوي، يعني هتكرروها تاني أكيد. اكيد، وقريب قوي ان شاء الله. طب مش كنا كملنا قعدتنا جوه مع التسالي بدل كلمتين السلم دول؟ واد يا تامر انزل هات لنا لب وسوداني. طب هاتي فلوس. تعالوا بقى يلا نكمل قعدتنا جوه شوية كمان. لا 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 لا، تسالي ايه بس؟ سيبي تامر، ده انتي طلعتي عينه طول القعدة النهاردة. روح هات، سيبيه بقى يلعب شوية، ربنا يهديهولك يا رب. وبعدين خلاص، ده اوبر زمان وصل تحت ولا ايه يا زيزي؟ شوفي كده على الموبايل معاكي. خلاص ده وصل. طب خلاص توصلوا بالسلامة، بس هستناكوا تاني قريب في رمضان. ده خلاص رمضان على الأبواب، كل سنة وانتوا طيبين. وتبلغوا سلامي والنبي للأستاذ حسين، وأكيد هيكون معاكم مش كده؟ ألا هو أخباره إيه صحيح؟ هو لسه ما اتجوزش؟ يا ام تامر اتأخرنا على اوبر. طب والنبي السلام أمانة للأستاذ حسين، وأول ما تروحوا ابعتولي صفحة تورتة الفراولة العسل اللي جبتوها لي دي، وتامر الله يسامحه بقى خلص عليها. يا ماما يا تامر أكحت التورتة بتاعتي، ماليش دعوة، أنا عايزة واحدة غيرها. مش لسه بقول لكم؟ ده حتى ما سابش لاخته حته. يا لهوي عليك يا تامر، معلش يا بنتي، والنبي ما تنسوا تبعتولي الصفحه. هي كان اسمها ايه؟ هبعتها لك يا ام تامر على الواتساب. اسمها ليلى سكيك يا ام تامر. يلا بينا احنا بقى نشوفك على خير في رمضان زي ما اتفقنا ان شاء الله. مع السلامه يا حبايبي، توصلوا بألف سلام. ما انا كنت هبعتها لها يعني على الواتساب. يا بنتي اوبر تحت من ربع ساعة، والست عاوزة اسم الصفحة، ما تقصري وتقراه لها وخلاص.